السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كيفن من قناة كيفن جيمنج. يا شباب رجعت لكم بفيديو جديد، ومعاكم أخوكم فلسطيني من حي الشجاعية من شرق مدينة غزة. اليوم يا إخوان بحب أقول لكم إنه قبل بداية المقطع لا تنسوا الصلاة على رسول الله سيد. تمام. وحبيت أقول لكم إنه كمان في شباب بخمس دول أوروبية، وفي دول اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية ابتداء من 28 مايو الماضي، وأخذتها كلها دول. أغلب الدول مثل إسبانيا، النرويج، وإيرلندا، وعندنا سلوفينيا. آخر واحدة انضمت أرمينيا إلى الدول الأوروبية المعترفة رسميا بالدولة الفلسطينية. وهي الخمس دول يا شباب الأوروبية اللي اعترفت فينا، أبرزهم إسبانيا والنرويج وإيرلندا. أول دول أوروبية اتخذت هذا القرار، أكدت على إشي مشترك إنه إيش؟ الالتزام التام بمساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف مع الشعب الفلسطيني إلى ما لا نهاية بحق وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. تمام يا إخوان. واعترفوا برسميا بالدولة الفلسطينية بشكل مستقل. وحتى يعني هاي دول ثلاث دول محترمة اللي اعترفت في البداية في الدولة الفلسطينية، دول محترمة جدا جدا، يعني محترمين يا إخوان. حتى رئيس اسبانيا وموقف اسبانيا موقف النرويج جدا مشرفين يا اخوان. يعني تخيل ان بيدر رئيس الوزراء الاسباني عمل حاجات صراحة يعني يحترم عليها جدا يا اخوان. اسبانيا انضمت دعوة جنوب افريقيا ضد اسرائيل، وعندنا انه استقبلت اسبانيا اطفال من غزة. حطوا بطاقة لسفر فلسطيني، حطوا له في جواز السفر تبعه انه فلسطين من النهر الى البحر. فيعني مواقف اسبانيا، واسبانيا كمان دعت الى جميع الدول الاوروبية الى الاسراع للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ف يعني مواقف مشرفة جدا جدا، يعني في كثير مواقف اسبانيا كثير مشرفة. وعلى أساس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو بالاشتراك مع النرويج وإيرلندا وسلوفينيا، وآخرها كانت امبارح اللي هي أرمينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. المهم يا إخوان، هاي دول الخمس دول الأوروبية هاي محترمة جدا معنا بشكل كبير كبير، والحمد لله الحمد لله. يعني على هاي على الحمد لله على عملية طوفان الأقصى اللي أعادت إحياء القضية الفلسطينية. المهم يا إخوان، ما ننسى موضوعنا اليوم حيكون عندنا مباراة في بطولة اليورو 2024، راح نلعب أمام المنتخب الألباني. هاي آخر مباراة في دور المجموعات، بعدين راح أروح الأدوار الإقصائية. يعني مثلا في سيمي فاينل، في مثلا الفاينل، في الكوارتر فاينل اللي هو ربع نهائي وهيك. فاحنا راح نروح نلعب اخر مباراة اليوم عندنا في دوري المجموعات وامام البانيا. انا راح اعمل خطة وارجع لكم يا شباب. فنرجع لكم يا اخوان، هينا عملنا الخطة، خطة 4-2-1-3. بس هي اصلا الخطة الاصلية هي 4-1-2-3، ولكن كيف هتقولي كيف خليت 4-2-1-3؟ باختصار يا اخوان، هيكون عندك اثنين في صناع اللعب، لكن انا خليت واحد في يلعب، يعني يلعب خط وسط. يعني هون بتقدم محور وخط وسط وصانع لعب، يعني تشكيلة مثالية، وفيها اللعيبة اصلا يعني ممتازة جدا يعني. فاحنا رح ندخل بتشكيلة قوية ضد المنتخب الألباني يا شباب. المنتخب الألباني حتى أصلا يعني منتخب مش مرعب، ولا منتخب، يعني منتخب أقل من العادي، يعني منتخب متطور يعني فينا نقول. يلا بسم الله، خلينا نشوف تشكيلة المنتخب الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألبانيا بتلعب على أيش أسلوب؟ لونج بول، يعني الكرات الطولية. مدرب بشكله والله ما حد بيعرفه، والله حتى أمي ما والله حد ما بيعرفه. طيب احنا قلنا هاي تشكيلتهم، طيب خلينا نشوف تشكيلتنا. تمام، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسبانيا والبانيا مرحلة دور المجموعات، وممكن نسوي لكم بكرة ان شاء الله يعني في المباريات في الدور الاقصائية، او حتى ممكن اليوم، ليش لا. بسم الله. دقيقة يا اخوان، خليني ارفع صوت التأثيرات وما ادري ايه. كرة من رودري باو توريس.
يا سلام، يلعب كورة كوبرايسي مدافع برشلونة. يا سلام يا سلام على الدربلينج. جوسي جاية، وانا مدريدي يا اخوان للابد صراحة يا اخوان. اللي عملته معنا اسبانيا زي ما قلت لكم ببداية الفيديو مش قليل انكم تشجعوا انديتهم او منتخبهم. يلا اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول، هيتي اول جول. لم يأتي لاعب بعد. تلعب كورة بيدري ايتان رودري لاعب مانشستر سيتي. رودري يسم على رودري. كرة من باو توريس. رودري يقرر يلعب الكرة إلى كوبرايسي. أوناي سيمون. كنت سأقول جواو ريكاردو، لكن حارس إسبانيا هو أوناي سيمون. فيران توريس. فيران يا عين على فيران توريس. هيد كوريج خطيرة. هارتسون كرة عن المنتخب الألباني، تستخلص الدعوة الأسبانية. كونتر اتاك. حان الآن وقت الضرب في المرتدات الأسبانية. فيران توريس. فيران لا يا فيران توريس. باب توريس. نحن يا اخوان نلعب استحواذ ليس كرات عرضية. رودري. فيران توريس. المباراة القادمة سنلعب كرات عرضية. توخيل أثبت جدارته في المباريات السابقة عندما استحوذنا بالكثير على كرواتيا، وكانت تثبت الاستحواذ على بالثمانينات على ما أتوقع. والمباراة السابقة أمام إيطاليا انتهت تعادل سلبي 0-0. ظننت أننا سنذهب إلى ضربات ترجيح، ولكن لم نذهب، بل انتهت المباراة على التعادل السلبي. نعم، ما زلنا نستحوذ بشكل كبير على منتخب الألباني. ألبانيا مستحوذة 24، نحن 76. أكبر نسبة استحواذ قمت باستحواذها الآن في الشوط الأول. ضغطا كبيرا على المنتخب الألباني لكن بدون أهداف. هل الشوط الثاني يكون بها هدف في إسبانيا أم هدف للمنتخب الألباني؟ دعونا نرى. ديكير. رودري. الصراحة يا أخوان أنا مدريدي للأبد، ولكن أفضل لاعب في اليورو لحد الآن بوجهة نظري هو لامين يامال. لأن رغم أن لامين يامال يلعب في برشلونة وأنا أشجع مدريد، هذا لا يعني أني لا شيء يمنعني من قول الحقيقة. لامين يامال أفضل موهبة إسبانية شابة، نجم صاعد لإسبانيا قادمة. وأيضا أردا جولر موهبة تركية صاعدة، لكن لامين يامال لعب خفيف وسريع وجميل. لامين يامال من أفضل اللاعبين الذي رأيتهم. لامين يامال في هذه الفترة في اليورو 2024 ممكن رأيي لن يتغير عن لامين يامال. وهنا التسديدة قوية من المنتخب الألباني، ويتصدى أوناي سيمون وتذهب الكرة إلى ركلة ركنية. ديكير. خروج اللاعب نيكولاس ويليامز. دخول الآن اللاعب لامين يامال الذي تكلمنا عنه الآن، وتصدي من أوناي سيمون في اللقطة الماضية. لامين يامال. أرأيتم؟ ألم أقل لكم أن لامين يامال سريع وخفيف وموهوب؟ لامين يامال. يامال هيا يا يامال، سجل يا لامين. ماذا يقرر لامين فعلها؟ يراوغ، يجعل الكرة بالخلف لكوبرايسي.
ونايس سيمون. باب توريس تأخر الهدف، وأتوقع هل سوف نشهد تعادل سلبي آخر؟ لا، نريد هدفا فقط، هدفا واحد. لامين يامال، لامين يمين يامال. تحركات لامين يامال رائعة. والرائع في الموضوع أن لامين يامال أصبح بعد التحديث الأخير لاعب ب5 نجوم ممكن أن تشتريه. لامين يامال، جول، جول إسباني. يا عيني يا لامين يامال، من أول دخول لامين يامال يضع الهدف الأول لإسبانيا على المنتخب الألباني، وهدف قاتل لإسبانيا في الدقيقة 80. هدف لامين يامال. ألم أقل لكم لامين يامال خفيف وسريع ويدخل منطقة الجزاء ويسجل؟ رائع لامين يامال. والله محظوظين احنا فلسطينيين يا اخوان بتشجيعنا للمنتخب الاسباني بعد اللي عملوه معانا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقوف رئيس اسبانيا بجانبنا وانتقاد اسرائيل، واصبحت اكثر دولة اوروبية اسبانيا انتقادا لاسرائيل. والله كفو يعني، والله انك كفو يا اسبانيا، معانا حكومة وشعب، وحتى الاشي كلام يطبق على النرويج وايرلندا وسلوفينيا وحتى ارمينيا يا شباب. هاي دول محترمة انهم اعترفوا بدولتنا بشكل رسمي، وانهم رؤسائهم محترمينا واكدوا على انهم يضلوا معانا حتى شعوبهم تضل معانا. يعني والله كفو، والله كفو. باو توريس خلص. اذا هنا نفوز على البانيا بهدف نظيف. قول يا جماعة، اذا انتم شايفين البانيا استحوذت على الكرة بس نسبة 19%، احنا استحوذنا 81%. كفو يا اسبانيا. 1-0، وهيك نقول لدور المجموعات خلصنا. والحين نستلم بطاقات التدريب، وزي ما انتم شايفين يا اخوان اخذنا 50 كوين واخذنا 24,000 جي بي. زي ما انتم شايفين يا اخوان هذه هي نتائج في دور المجموعات. كرواتيا انا يعني يا اخوان ما بعرف، انا غيرت حساب وعدت المباراة امام كرواتيا وفزت عليها 3-0 بدل ما كنا فايزين بال4. المهم انه احنا لعبنا ضد كرواتيا وتعادلنا سلبية مع ايطاليا وفزنا على البانيا 1-0، فنتيجة يعني مقنع. يعني الحمد لله انه ما خسرنا، ما تلقينا اهداف، بالعكس الحمد لله فوز واداء مقنع. زي ما انتم شايفين يا اخوان بدي افرجيكم حاليا دور الاقصاء. راح اختار بروفيشنال على سبيل المثال، هو اكثر نمط انا احبه. والحين راح نلعبها مع المنتخبات اللي اقوى بشوي. عندنا المنتخب المجري زي ما انتم شايفين يا اخوان، هذا هو دور 16. في عنا احنا راح نلعب امام المجر، وفي عنا الدنمارك والمانيا وصربيا والبرتغال، وعنا هولندا واوكرانيا، واو، وعنا انجلترا والنمسا، وعنا فرنسا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا، وفي عنا سويسرا وايطاليا. صراحة يعني شوفوا يا اخوان، انا بوجهة نظري حسب اني بعرف ان منتخباتي الاقوى هو المنتخب البرتغالي انه حيفوز على الصربي، والاوكراني ممكن يفوز على الهولندي، ولكن لا، انا بلاحظ انه المنتخب الهولندي متطور تمام. وفي عندنا منتخب الالماني والدنماركي، اكيد المانيا اكيد المانيا عندها مواهب، عندها فيردز، موسيالا، ما شاء الله، يعني منتخب عنده نجوم. وكرواتيا وبلجيكا والله صعبة يعني، ممكن بلجيكا تفوز، الله اعلم، انه بلجيكا عندها برضه اسماء حلوة، عندها دي بروين، لوكاكو، عندها كاراسكو، ما بعرف يعني، فاكثر من اسم مميز يعني. فرنسا اكيد، فرنسا يعني اقوى منتخب اوروبي، فرنسا اكيد حيفوز على التشيك. هاي مين هاي التشيك اصلا؟ منتخب انجلترا والنمسا، انجلترا اكيد. وعندنا سويسرا وايطاليا. سويسرا وايطاليا صعبة شوي، اكيد ايطاليا ممكن، والله اعلم. زي ما قلت لكم هيو احنا راح نلعب امام المجر
والمانيا حتلعب ضد الدنمارك، وزي ما قلت لكم يعني مباريات قادمه دور 16 مولع يا اخوان، واللي بيفوز راح يقابل الفريق المقابل. فاي شباب احنا راح ننهي الفيديو اليوم، وان شاء الله بنشوفكم فيديو اخر من مرحله دوري الاقصاء امام المنتخب المجري. نشوفكم فيديو تاني والسلام.